عمرك صدقت كدبة لدرجة إنها بقت الحقيقة الوحيدة اللي عقلك قادر يصدقها؟ الإنسان لما بيتحط في الزاوية ومستقبله كله بيضيع قدام عينه بيعمل أغرب حاجة ممكن تتخيلها، مش بيكدب على الناس، لأ هو بيكدب على نفسه الأول عشان يقدر يعيش مع اللي عمله، وساعتها الحقيقة بتبقى زي خيط رفيع جدا، لو شدته زيادة هينقطع ولو سبته يلف حواليك هيخنقك، فبتبدأ تخترع حقيقة جديدة، حقيقة متفصلة على مقاسك تحميك وتنقذك. بس اللعبة بتبدأ بجد لما تكتشف إن الشخص اللي بيسمعك بيلعب معاك نفس اللعبة بس هو أشطر منك بكتير. واللعبة ديت هي اللي هنعيشها النهاردة مع فيلم يعتبر من أذكى أفلام الجريمة والغموض الأسبانية، فيلم كل إجابة فيه بتفتح سؤال جديد وكل حقيقة ممكن تطلع مجرد كذبة متقنة. والغريب إن الفيلم ده أصلا أنا ما كنتش أعرف إن في حاجة اسمها السينما الأسبانية، كنت فاكر إن أي فيلم أجنبي بيبقى فيلم أمريكي وخلاص، لكن الفيلم ده هو اللي فتح لي الباب وخلاني أكتشف عالم كامل من السينما الأسبانية والفرنسية وحتى السينما الأرجنتينية، وعرفت إن في أفلام بتنافس هوليوود وأوقات كتير بتتفوق عليها كمان. وفيلم النهارده هو السبب في كل ده، فيلم ذا انفيزبل جيست. بس قبل ما نبدا حابب ان انا انبه على حاجه او اقول لكم على حاجه ناس كتير منكم قالوا عليها في الكومنتات، يا ريت يعني اللي مش مشترك في القناه يشترك ولو عجبه المحتوى يعني. بس مش هطول عليكم فيلا بينا بنبدا مع ست خارجه من عربيه خاصه باين عليها انها شخصيه مهمه، بتروح مبنى وبتطلع تخبط على شقه، بيفتح لها واحد بتسلم عليه بتقول له ازيك يا استاذ، انا المحامي بتاعك بعتني ليك. فبقول لها ايوه هو كلمني بس انا كنت متوقع ان احنا نتقابل في وقت تاني. قلت له لا احنا حصلت لنا مشاكل فاضطرينا ان انا اجيلك دلوقتي. فقال لها خلاص اتفضلي دقيقتين بس اغير هدومي واجيلك. مجرد ما بتخش بتلاقي ان التلفزيون شغال على الاخبار، والاخبار دي بتتكلم عنه هو، وان هو اصلا بيبقى رجل اعمال مهم ومتهم بقتل عشيقته، بس هو بيطلع يقول ان التهم ديت كلها اتلفقت ليه وانه بريء. ولحد ما هو بيجي بيلاقيها منها مركزه قوي في الاخبار فبيقفل التلفزيون. بتقول له بقى ان المحامي الرئيسي بتاعك قافل موبايله وما بيردش. قال لها ايوه لانه هو مسافر، بس قبل ما يسافر قال لي ان معاه خيط مهم جدا وانه خلاص هيحل القضيه وان انا هاخد براءه. قالت له ما هو انا برن عليه عشان في مشكله حصلت، انا ليا ناس شغاله جوه المحكمه وسمعت خبر ان في شاهد جديد ظهر في اخر لحظه وان عنده ادله عايز يقدمها للمحكمه وده ممكن يغير القضيه خالص وممكن تتسجن ساعتها. فهو ساعتها بيتخض جدا فبتقول له لا مش وقت انك تتخض خالص، انا عايزاك تقعد كذا الشاطر وتحكي لي كل حاجه. فبقول لها ما انا حكيت كل حاجه قبل كده للمحامي بتاعي. قالت لا انا عايز اسمع التفاصيل كلها، ادق التفاصيل، لان التفاصيل هتفرق معايا جدا، انا محاميه كبيره وليا سمعتي وعمري ما خسرت قبل كده قضيه، فاحنا قدامنا 180 دقيقه 3 ساعات هتقعد وانا اكيد هحل لك كل حاجه. فهو بيبدا يهدى كده ويقعد، فهي بتقول له ايوه عايزاك بقى ترجع وتحكي من البدايه خالص. فهو بيبدا يقول لها ان الموضوع بدا لما كنا انا وهي في فندق وجالنا اتصال زي تهديد لينا انهم ماسكين حاجه على عشيقتي وعايزيننا ندفع 100,000 يورو عشان نشتري السكوت الشخص ده. فهي بتقطع كلامه كده وبتقول له طيب اشمعنى الفندق ده، اشمعنى اختاروا بالذات انك تروحوا الفندق ده، الفندق ده بعيد عن المدينه بحوالي 300 كيلو. فبيقول لها انا بجد ما اعرفش. فقالت له لا لازم تركز في التفاصيل، اكيد ان هم اختاروا الفندق ده بالذات يعني في حاجه مهمه، هل في حد فيكم قبل كده راح الفندق ده مثلا؟ طب بص مش مهم، عايزاك بقى ترجع بالزمن في نفس اليوم اللي كنتوا فيه في الفندق ده بس من اول ما الرساله اللي انت قلت عليها جت لكم. فهو يبدا يفتكر كده وبيجي فلاش باك ان هما الاثنين في الاوضه اللي في الفندق، هو ماسك موبايله وبتجيله رساله فبيجري بسرعه على عشيقته وبيقول لها انا جالي رساله من موبايلك ومكتوب فيها انا عارف انكم موجودين في اوضه رقم 715. فهي بتتخض وبتقول له انا حاسه ان ده فخ، يلا بينا نهرب بسرعه. فهو بيروح ياخد شنطه الفلوس اللي كانت محضرها، بس اول ما بيلف وراه في حد بيضربه جامد على راسه وبيقع يغمى عليه لفتره قليله، بعدين بيصحى كده على صوت خبط جامد على الباب والبوليس بره عمال يزعق احنا البوليس افتحوا الباب. هو بيفوق مش مستوعب اللي بيحصل لحد ما بيبص حواليه بيلاقي عشيقته واقعه على الارض، فبيجري عليها بسرعه بيلاقي ان مفيش نفس عندها، فبيفضل ينادي عليهم ويقول لهم خشوا بسرعه ساعدوني. فهم بيدخلوا عليه وبيلاقوا ماسك الجثه بتاعتها وانها ميته، فهو بيقول لهم مش انا اللي عملت كده، في حد كان موجود معانا في الاوضه هو اللي عمل كده. فبنرجع تاني هو قاعد قدام المحاميه وبيبقى منهار وعمال يعيط، بس هي بتبص له وبتقول له بس الشرطه بتقول ان الشهود اللي كانوا في الاوض اللي حوالين اوضتكم قالوا انهم سمعوا صوت صراخ بس ما شافوش ولا سمعوا اي حد من بره الاوضه، وحتى العمال اللي شغالين في الفندق قالوا ان الشبابيك اصلا بتبقى مقفوله من جوه واننا عشان في فصل الشتاء فمقابض الشبابيك بتبقى متشاله اساسا عشان العواصف ما تاثرش عليها، فاللي هو مستحيل يخش من الشبابيك ومستحيل كمان يكون داخل من الباب لان الباب كان مقفول بسلسله من جوه والشرطه اضطرت انها تكسر الباب عشان تخش. فانت عايز تفهمني ان قاتل عشيقتك ده اتبخر؟ فبقول انا بجد ما اعرفش، ممكن يكون اصلا كل ده متخطط من قبل ما نروح الفندق، يعني ممكن يكونوا بعتوا لنا رساله عشان نروح الفندق ده بالذات هم محضرين مسرح جريمه
قبلها ولفقوا لنا القضيه دي، وعشان مراتي تعرف ان انا كنت بخونها، واحنا هنا بنعرف ان هو اصلا متجوز وعنده بنت كمان. فبيكمل كلامه وبيقول لها ان كل ده معمول عشان يوقعوه، لانه راجل اعمال مشهور ومعاه فلوس، فاكيد اللي عرف ان انا وعشقت على العلاقه هو اللي عمل الموضوع ده كله عشان يقتلها ويوقعني انا. بس انا خسرت كل حاجه، انا مراتي لما عرفت الموضوع ده ولما اتقبض عليا خدت بنتي ومشت. بس ساعتها المحاميه بتقول له بس في تقرير الشرطه مكتوب ان انت راجل غني واكيد عندك اعداء في البيزنس، بس هم ما لقوش ولا حد عنده الدافع ان هو يدمر حياتك بالشكل ده، مفيش حد. فهو يرد عليها ويقول لها ده مش مهمتي ان انا الاقي الجاني الحقيقي، دي مهمتك انت ومهمه الشرطه. فقالت له حط نفسك مكاني، لو انت في ايدك التقرير ده بتقرا ان كل حاجه حرفيا بتقول ان مفيش حد داخل الاوضه بتاعتك، هتعمل ايه؟ فقال لها دي مهمتك انت لازم تعرفي مين الجاني. فهي بتقوم كده وتقول له بص يا استاذ، انا طول حياتي المهنيه خلال 30 سنه قابلت نوعين بس من الموكلين. النوع الاول اللي هو بيعترف بكل حاجه، بيقول الحقيقه الكامله حتى لو عارف ان ده ممكن يخليه يتعاقب، بس عارف انها في نفس الوقت هتحل المشاكل بتاعته. والنوع التاني اللي هو بيقعد معايا وبيحكي لي اي حاجه غير الحقيقه عشان بس مش عايز يوسخ صورته قدام المحامي بتاعه اللي هيخرجه من كل حاجه. وانت بقى من النوع التاني ده. فانا هقول لك على حاجه عشان نكون على نور من الاول، مفيش خلاص من غير ما تتعاون معايا، فانا عايزاك تقعد كده وتحكي الحقيقه كامله وما تكدبش عليا تاني. فاول حاجه هسالها لك، انت عارف مين اللي دخل الاوضه وقتل عشيقتك؟ فهو قاعد يهز دماغه ويقول لا بجد ما اعرفش. قال له طب تمام، عايزاك بقى تحكي لي كل حاجه من الاول تاني بس من غير ما تكذب عليا، وانا اوعدك ان هخرجك من كل حاجه. فهو بيبدا يحكي ويقول لها ان الموضوع كله بدا من 3 شهور. بعدين بقى بيجي فلاش باك للوقت ده، هو بيصحى من النوم على رن التليفون، بتبقى مراته على الخط وبتقول له ايه عامل ايه في فرنسا والشغل بتاعك؟ فبقول له انا كويس والفرنسيين الناس زباله، بس انا يعني بعرف اتعامل، ده حتى انا في الفندق اهو بستعد عشان اروح المطار واطلع على الاجتماع التاني اللي في برشلونه. بس هو في الحقيقه اصلا بيكون في شقه مع عشيقته، وبعدين بيقفل مع مراته التليفون بيقول لعشيقته يلا عشان احنا اتاخرنا ولازم نسافر. هما في الطريق مع بعض بيبقى سرحان ومتشتت كده، فهي بتقعد تقول له هو انت مالك؟ فبقول لها بصراحه انا زعلان ان حياتي كلها مؤخرا بقت عباره عن كذب، ايامي كلها بقت كذب. قالت له بس انا بحب ان انت لما بتكون معايا ما بتكدبش. قال لها تمام، بس بقيت اليوم وانا مش معاكي بكون كداب، بكدب على كل اللي حواليا حرفيا. وبعدين بيكمل كلامه معاه بيقول له هو انت ناسي اللي احنا اتفقنا عليه من اول علاقتنا ان دي حاجه جديده عايزين نجربها، وفي نفس الوقت انا مش عايز اخسر مراتي ولا انت عايزه تخسري جوزك. يعني هما الاثنين بيطلعوا واطيين ومتجوزين اساسا، وهما بيتكلموا بقى مره واحده بتطلع قدام غزاله، فهو بيتوتر في السواقه ما بيعرفش يتحكم فبيخبط في عربيه تانية وبيعملوا حادثه جامده. فبينزلوا بسرعه هما الاثنين من العربيه بيروحوا يشوفوا العربيه التانية اللي خبطوا فيها، بيلاقوا فيها شاب بس للاسف بيبقى مات من الحادثه. فهو بيبقى واقف مفزوع مش عارف يتصرف، وبيطلع موبايله هيتصل بالبوليس. فعشان يقول له انت بتعمل ايه؟ وانت مجنون؟ انت عايز تبوظ مستقبلنا؟ فقال لها امال هنعمل ايه يعني؟ انا مش فاهم. قالت له ولا اي حاجه خالص، محدش شافنا ولا اكني في حاجه حصلت، هنركب عربيتنا ونمشي. هو بيبقى واقف خايف ومتوتر جدا، فبتقول له لا امسك نفسك وما تقلقش خالص. وبيروح على عربيتهم وبيقعدوا يدوروا في العربيه، بس هي ما بتدورش، العربيه مش راضيه تشتغل. فبيفضل يحاول يدورها كذا مره مش راضيه تدور نهائي. بعدين بيلاحظوا ان في عربيه جايه من بعيد عليهم، فبعدين بيقول لها ان احنا كده خلاص حد هيجي يشوفنا وهنبقى في مشكله كبيره. فقالت له لا ما تقلقش انا هعرف اتصرف. بتنزل كده تروح العربيه الثانيه وبتنزل الشاب اللي مات ده تحطه تحت عشان ما يكونش باين، وبتعمل كأن هي صاحبه العربيه الثانيه دي، هو صاحب العربيه اللي عملوا بيها الحادثه، وكانهم عملوا حادثه هما الاثنين مع بعض، بياخدوا بيانات بعض عشان التامين لما يجي يحل المشكله. فالراجل بيعدي بين جنبهم وبيسالهم في مشكله ولا حاجه وعايزين مساعده؟ فبتقول له لا مفيش مشكله، كان في بس غزاله معديه فاحنا خبطنا في بعض وبناخد بس بيانات بعض عشان التامين لما يجي يحل المشكله دي. فالراجل بيقول لهم متاكدين مفيش مشكله؟ تحبوا اطلب لكم الاسعاف او حاجه زي كده؟ فبيقولوا لا كله تمام ما تقلقش اتفضل انت. فالراجل فعلا خلاص بيمشي، وبطلنا بيبقى واقف خلاص مرعوب وهيجيب اخره، بيقول لها مش ممكن احنا كده في شاهد شافنا هنعمل ايه؟ فبتقول له لازم نتخلص من جثه الواد ده واكن مفيش حاجه حصلت. لا نتخلص منها ازاي يعني؟ قالت له ما اعرفش، خد عربيته وروح انت تخلص منها وكانها مش موجوده خالص، وانا هفضل هنا احاول احل بقيه المشكله. بعدين بقى بيكمل كلام المحاميه بيقول لها انا فضلت سايق العربيه ساعه كامله لحد ما عرفت ازاي اتخلص من المشكله دي. فهي بتقول له ازاي عملت ده؟ فبيكمل كلامه بيقول لها رحت رميت العربيه في بحر. قالت له طب والجثه بتاعت الشاب كانت فيها؟ فبيهز دماغه كده بيقول لها كانت فيها. هو بيعيط كده بيقول لها انا عارف ان الواد ده كان عنده مستقبل واحنا قضينا عليه، بس احنا كمان كان عندنا مستقبل، فكان لازم اعمل حاجه زي دي عشان ما تسجنش. وقعدت اسال نفسي كتير ليه انا كنت مع عشيقتي في الوقت ده، ليه ما كنتش مع مراتي وبنت وعايش مع اسرتي حياه عاديه؟ وحسيت ساعتها بندم شديد جدا. فالمحاميه بتقول له طيب تمام عملت ايه بقى بعدين؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ فهو بيكمل كلامه وبيرجع تاني فلاش باك للوقت اللي حصل فيه الموضوع ده. هو بيتكلم مع عشيقته من تليفون مخصوص وبيتفقوا على مكان يتقابلوا فيه. هي بتساله وانت عملت ايه؟ فبيقول لها خلاص
خلاص انا اتخلصت من كل حاجه. هي بتقول انا كمان حليت المشكله واتصلت بخدمه الحوادث بس هم اتاخروا عليا وما جوش. بعدين وانا واقفه مستنيه في راجل كده عدى بعربيته وبيقول لي وانت واقفه هنا بتعملي ايه؟ فقلت له انا عملت حادثه وخبطت غزال بعربيتي وفي عربيتي متعطله. فبيقول لها تمام تمام انا ممكن اساعدك لاني كنت شغال مهندس في شركه عربيات دي من زمان وعارف اصحح لك على طول. فهي بتقتنع بكلامه وبتخليه يبص على العربيه. بعدين بيقول ان العربيه دي محتاجه يوديها البيت عنده وان هو عنده هنا بيته قريب من هنا وهتاخد في التصليح معاه بالظبط ساعتين فما تقلقيش. فهي ما بتلاقيش حل تاني غير انها توافق. بعدين بيجر عربيتها بعربيته وبيقعد يتكلم معاها طول الطريق بيقول لها انه عايش هو ومراته هنا من فتره وانهم خلاص كبروا في السن وعايشين هنا مع ابنهم. بيقول لها كمان ان مراته حابه العزله شويه لانها كانت مريضه سرطان وان احنا اتعرفنا على بعض في مسرح كانت هي بتحب التمثيل وهي صغيره وانا كنت بروح هناك عشان اتفرج على البنات اللي هناك. فبتبقى متوتره كده بتهز دماغها قدامه لحد ما بيوصلوا البيت عنده. فبتقابل مراته وتقول لها تعالي خش استريحي اما جوزي يصلح لك العربيه. فهي بتخش الحمام تغسل ايديها ولما بتخرج بتلاقي صور متعلقه بتاكد فعلا ان هو كان مهندس في شركه العربيات دي وصور تانية هو ومراته وهي قاعده بقى مع مراته. الست بتقعد تحكي لها ان ابنها المفروض ان هو بره دلوقتي مع اصحابه بتجيب لها صور عشان توريه لها. بس هنا البنت بتتفزع حرفيا بيطلع ان ابنهم هو نفس الشاب اللي خبطوه وموتوه. فبتبقى متوتره جدا ومرعوبه ومش عارفه تعمل ايه. فبتخرج وبتقول له هو انت صلحت العربيه؟ فبيقول لها اه يعتبر صلحتها. بتقول له طب تمام بسرعه خلاص انا لازم امشي دلوقتي بس عشان اتاخرت. فهي بتحاول تخرج من البيت بسرعه. الام بتاعت الشاب ده عايزه تتصل على ابنها عشان تطمن عليه وهنا بنلاقي ان الموبايل بتاع الشاب اللي مات دوت اصلا في جيبها وعمال بيرن. فهي بتخض جدا وبسرعه بتخبيه جوه الكنبه او تحت المخدات. فالام بتقول انها سمع صوت موبايل بيرن هنا. فهو جوزها بيقول لها لا ممكن متهيألك. فهو بيكمل كلامه بيقول لها خلاص رن على موبايل ابنك تاني وشوفي. فالام فعلا بترن عليه تاني فبتسمع صوت خفيف كده جاي. فالراجل بيقعد يشيل المخدات اللي على الكنبه لحد ما بيلاقي الموبايل. بيقول لها شوفي ابنك ناسي الموبايل بتاعه هنا اهو. فتقول له حاجه غريبه لا ابني عمره ما نسى الموبايل بتاعه وهو خارج مع اصحابه. فالمدير تقول له خلاص خلاص بس انا همشي عشان اتاخرت. وبتروح بقى تقابل عشاء وتحكي له على كل اللي حصل ده. فبقول لها طب تمام دلوقتي هنعمل ايه؟ قالت له عندي فكره بس الموضوع بقى هيبقى في ايدك انت. بعدين بقى هو بيكمل كلامه المحاميه بيقول لها ان هو بعد كده انا رحت ووديت عربيتي لمصنع خرده وخليتهم يمسحوا اي اثر للعربيه دي خالص ويدمروها. بعدين بقى رحت الاسم بتاع الشرطه وعملت بلاغ ان عربيتي اتسرقت وان كنت ساعتها مش في اسبانيا اصلا. اتفقت مع عشيقتي ان ده اخر مره هنشوف بعض فيها وان خلاص لازم ننسى بعض اكننا ما اتقابلناش تاني. وحاولت ارجع اعيش حياتي طبيعيه مع مراتي وبنتي بس ما كنتش عارف. كنت كل ما اقابلهم لابس قناع على وشي بحاول اتاقلم على الموضوع عادي وبحاول اكمل البيزنس بتاعي اللي خلاص خليته في القمه جدا. لحد ما جه يوم وانا بتفرج على التلفزيون لقيت الاخبار كلها بتتكلم عن الشاب المفقود بقاله فتره وعيلته كلها عماله بتدور عليه وانهم شاكين ان اكيد عمل حادثه على الطريق وحد خبى العربيه بتاعته. لحد ما شفت شكل ابوه وامه وهم عمالين يدوروا عليه وبيتكلموا في التلفزيون وعمري ما انسى شكل الراجل ده ابوه. وصعب عليا جدا لما شفته. بيكمل كلامه تاني للمحاميه وبيقول لها بجد انا من الوقت ده خدت قرار وعدت نفسي ان عمري ما هعمل حاجه غلط تاني في حياتي. فجاه الموبايل بيرن فالمحاميه بترد وبتقول انت متاكد من الكلام ده؟ خلاص تمام انا هحاول احل المشكله دي بسرعه. فهو بيسالها في ايه؟ فهي بتقول له الشاهد المجهول ده وصل المحكمه دلوقتي ومستنيين القاضي يجي. فهو بيتوتر كده بيقول لها طب انا عايز اتكلم المحامي بتاعي. فقال تمام اتصل بيه. فهو بيتصل بيه بيقول انا في مشكله كبيره. المحامي بيقول له مالك في ايه؟ والمحاماه اللي انا بعتها لك. فقال له اه هي قاعده معايا اهي. قال له خلاص طب اديهاني. وهو بياخد التليفون وبيقول لها ايه اللي حصل؟ فبتقول له ان في شاهد جديد راح المحكمه وعايز يدي شهادته ومستنيين القاضي. فقال لها خلاص صرف الموكل بتاعي امانه في ايدك واعملي كل المطلوب عشان انا يعتبر بس مش سامع دلوقتي انا في المطار لان في خيط مهم انا ماشي عليه دلوقتي وخلاص هنحل القضيه دي. فقفل التليفون. فالبطل بيبص لها ويقول لها ايه اللي حصل؟ قال ايه؟ فقالت له ما تقلقش كل حاجه تحت السيطره يلا نرجع بقى نكمل كلامنا تاني. فبتقول له بقى انا عايزاك تحكي لي بالتفاصيل اول ما الشرطه جت عندك الشركه. فهو لها ان اصلا ده مش مكتوب في الملف بتاعي انت عرفت ازاي؟ قالت له ما تنساش اللي انا قلته لك التفاصيل بتفرق جدا. فقال لها طب انا كنت ساعتها قاعد في اجتماع والسكرتيره دخلت عليا قالت لي ان في اتنين عايزين يقابلوك. لما رحت لقيتهم ان هم اتنين ظباط وخدوني معاهم الاسم عشان ياخدوا اقوالي. رحت هناك ومعايا المحامي بتاعي والبوليس قاعد يقول لي ان في شاب اختفى على الطريق وانه بعد ما رجعوا البيانات ومسرح الجريمه لقوا اثار عربيه من نفس نوع عربيتي. فقلت لهم ايوه بس انا وقتها كنت في باريس وعملت بلاغ عندكم ان عربيتي اتسرقت. فطلعوا له صوره عشيقته ويسالوني انت تعرف البنت دي؟ قلت لهم لا 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 انا ما اعرفهاش. قالوا اصل ابو الضحيه قال ان شاف البنت دي وساعتها قال ان في عربيه اتخبطت فممكن تكون انت تعرفها. فهو قال لهم انا مش فاهم حاجه ما اعرفش مين دول ولا اعرف اي حاجه. هنا المحامي بتاعه بقى بيتدخل وقال لهم انتوا عايزين توصلوا ايه يعني؟ موكلي بريء وما يعرفش الناس دي وزي ما قلت لكم هو كان في باريس وقتها بدل ما تجيبوه هنا كان ممكن تروحوا للسكرتيره وتاخدوا الجدول الزمني بتاعه من هناك. فيلا بقى احنا نمشي. فهم فعلا مشوا وبعدين راحوا للشركه هو والمحامي. وساعتها المحامي قال له بص ما تخبيش عليا حاجه لو عايزنا نحل المشكله دي لازم تقول لي الصراحه. فهو بيقول له بصراحه انا ما كنتش في باريس ساعتها انا كنت مع البنت اللي وروني صورتها دي وهي دي عشيقتي بس الموضوع انتهى خلاص وكل اللي حصل كان هناك بالصدفه. فساعتها المحامي بيقول له يعني انت ما كنتش في باريس؟
تمام تمام. فهو بيقول له ساعتها بص انا عايزك تشتري ليه ادله تثبت ان انا كنت في باريس، وعايزك الملف ده ما يظهرش تاني عند البوليس بتاعي عشان سمعتي، وما ينفعش يفضلوا يقرفوني كل شويه في الشركه. فهنا المحاميه قطعته وقالت له المحامي بتاعك نجح في الحاجه الاولانيه، اشترى ادله تثبت فعلا ان انت كنت في باريس، وفعلا البوليس ما جالكش تاني من ساعتها، بس ما نجحش في الحاجه التانيه لان ملفك لسه موجود عند الشرطه ويفتشوا فيه كل شويه. حتى بص الملف بتاعك اهو. بس هنا المحاميه بتبص له وتقول له بس في حاجه غريبه، انت قلت لي انت قطعت علاقتك بعشيقتك، ليه رجعت تاني كلمتها؟ مش انتوا اتفقتوا انكم خلاص نهيتوا كل حاجه؟ فهو بيحاول ينكر كده، بيقول لا 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 ما اتصلتش بيها. قالت له لا الكاميرات جايباك وانت بتكلمها من تليفون عمومي في الشارع. فقال لها خلاص تمام، انا كلمتها لاني في يوم كنت قاعد مع مراتي وبنتي وببص في الاخبار، لقيت ان الاخبار كلها بتتكلم عن الشاب اللي هو اللي مات ده اللي ضايع، وبيقولوا ان هو اصلا هرب وزي في موته، لانهم لقوا ان حسابات البنك اللي كان شغال فيه بيتحول لحسابات تانية وصلت المبالغ ل 50,000 يورو. فالشرطه بقت متاكده دلوقتي ان هو اللي سرق الفلوس دي وحولها لحسابات وهميه باسمه وهرب. وقتها جريت واتصلت بعشيقتي قلت لها ايه الاخبار اللي انا شفتها دي، ازاي الواد ده عمل حاجه زي دي؟ فهي بترد عليه وتقول له قابلني بعد 4 ساعات في الكافيه اللي احنا بنتقابل فيه. وانا لما رحت هناك قابلتها ادتني محفظه الشاب اللي مات وقالت لي دي محفظته، انا خدتها منه قبل ما ترمي الجثه في البحر وكان فيها كل بياناته. وانا عملت الحركه دي النهارده الصبح بحكم يعني ان جوزي شغال في بنك وعنده سيستم الدخول الحسابات في البيت، فاخدت بطاقه الشاب اللي مات ده ودخلت على اللابتوب بتاع جوزي وقعدت احول الفلوس دي بنفسي عشان نبعد الشبهات عننا تماما، لان الشرطه بدات تدعبس وتدور ورانا. فانا المحاميه بتقطع وتقول له انت عايز تفهمني ان البنت دي تفهم في التكنولوجيا وتعرف تخش على السيستم وتعمل كل العمليات دي؟ قال لها انت ما تعرفيش البنت دي صعبه ازاي وانها ممكن تعمل اي حاجه عشان تخرج نفسها. فالمحاميه بتقول له بس برضه ازاي هتعمل حاجه زي دي؟ فابو لا ممكن تكون حكت لجوزها هو اللي ساعدها وعملوا الطريقه دي سوا. بعدين بقى بنرجع للفلاش باك تاني وهم قاعدين في الكافيه وبيقول لها اللي حصل ده غلط، انت ازاي جالك قلب انك تعمل حاجه زي دي؟ فقالت له احنا في المشكله دي سوا. هو لا 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 مفيش حاجه اسمها سوا، انا خلاص عارف ذنبي والشرطه كل شويه بتجيلي بتدور ورايا، انا خلاص زهقت من الموضوع ده. فهي بتبص له كده قالت له بص يا حبيبي انا لو وقعت انا مش هقع لوحدي، احنا الاتنين هنقع سوا، ومعايا صور تثبت ان انت في الوقت ده ما كنتش في فرنسا زي ما انت بتقول وزي ما الناس كلها عارفه. فهو بيكمل كلامه والمحاميه بيقول لها انا بعد كده خدت احسن جائزه رجل اعمال في السنه، والصحافه كلها كانت بتتكلم عليا ومعايا وبيصوروني في كل حته، وكلهم شايفين بقى اني فخر للشباب وان حققت من نفسي بنفسي، بس انا كنت من جوايا عارف اني فاسد وعارف اني عملت حاجه مش قادر اسامح نفسي عليها. وفي واحده من الحفلات اللي كنت بحضرها جاله راجل وقال له ان في صحفي واقف بره ومصمم انه لازم يقابلك في موضوع ضروري جدا. فانا فوقت وخرجت بقابل الشاب دوت، فطلع ان هو ابو الشاب اللي مات. فظن جاي بيبص في الكارت اللي معاه وقال له انا متاكد انت مش الصحفي اللي اسمك مكتوب هنا؟ قال له فعلا انا ابو الشاب اللي مات وجاي لك عشان اعرفك بس حاجه واحده، ابني مش حرامي ولا ان هو هربان، ابني مات وانا متاكد ان هو مات. فهو بيرد عليه بيقول له انا ما اعرفش اي حاجه من اللي انت بتقولها دي، الشرطه كلمتني مره ورحت لهم وقلت لهم ان انا ما اعرفش اي حاجه وخلاص. قالوا انا ومراتي كنا موجودين يوم ما رحت للشرطه وشفناك وانت خارج وشفناك وانت قاعد معاهم، وان انا كلمت الشرطه وعرفتهم ان انت مشاكك ان انت وراك حاجه، انت والبنت اللي انا كنت شفتها وكنت بصلح عربيتها. انا متاكد ان ابني خد الموبايل معاه، وفي نفس الوقت ده وهي موجوده في بيتنا موبايل ابني رن ولقيناه في نفس الاوضه اللي كانت هي قاعده فيها، فاكيد دي مش صدفه. بعدين بيكمل كلام بيقول له ساعتها الضابط اللي كان قاعد قدامي قال ان الادله هي قدامنا، حجز الطيران وحجز الفنادق، ان كل حاجه بتثبت انت كنت موجود ساعتها في فرنسا. فساعتها الضابط سالني ايه اللي خلاك متاكد قوي ان في شخص كان معاها في العربيه؟ فانا قلت له ان يومها هي عدلت كرسي السواق، الكرسي ما كانش على مقاسها، يعني انا متاكد انها ما كانتش هي اللي كانت سايقه العربيه، كانت قاعده جنب السواق. ومن يومها وانا اتاكدت ان انت عندك نفوذ تخلي الشرطه ما تدورش وراك. بس في يوم انا ومراتي الشرطه جات لنا وقالت ان ابنكم هرب وسرق فلوس وان هو ما ماتش ولا حاجه. طبعا مراتي ساعتها تعبت ودخلت المستشفى وبقينا في حاله صعبه جدا. فانا برجوك كلمني من اب لاب، انت كمان عندك بنت، قولي الحقيقه عملتوا ايه في ابني؟ موتوه ازاي؟ احكي لي ايه اللي حصل. فهو بيرد عليه بعصبيه بيقول له انا ما اعرفش انت بتقول ايه، ما اعرفش مين البنت دي اصلا، ما اعرفش قصه ابنك دي غير اللي انا بشوفه في الاخبار بس. فهو بيفضل يتحايل عليه بيقول لي ريحني ريحني ارجوك. فساعتها الابن بقى بيجي وبياخدوه وبيرموه بره. فبعدين بقى البطل بيكمل كلامه المحاميه بولان ان بعدها الشرطه جت وقبضت عليه، بس المحامي بتاعه اتدخل وخرجه لان هو الاب ساعتها كان متاكد ان هو مش عارفوا ياخدوا مني لا حق ولا باطل. بعدين بقى خلاص الاب دوت قرر ان هو يطلع مراته من المستشفى، قرر ان هو يسيب الموضوع وينسى موضوع ابنه ده خالص واكن مفيش حاجه حصل. فالمحاميه قطعت له قالت له طب تمام دلوقتي بقى احنا عندنا الجثتين، جثه الشاب ده وجثه عشيقتك اللي اتقتلت، وانت المتهم بقت لها. الشرطه ما تعرفش انك متهم في قتل الشاب، بس هم متاكدين انك القاتل في قضيه عشيقتك وان في شخص متخفي دخل الاوضه وقتلها وهرب. تقدر تفسر لي ده بايه؟ فانا ما اعرفش، فسري انت.
قالت له ان كل ده جنون التآمر، ده كله اكيد لازم يكون في حلقه وصل بين كل الحاجات دي. قال لها طيب ممكن يكون الراجل اللي قابلناه على الطريق اللي سالنا بتعملوا ايه هنا ومحتاجين مساعده؟ فهي بتقول له انت عايز تفهمني ان الشخص ده هو اللي عمل كل ده؟ قال لها ما هو ساعتها ما كانش يعرفني، بس لما شاف الاخبار بقى ساعتها عرف ان انا راجل اعمال مشهور وغني، ممكن يكون مفكر ان هو يبتزني لانه الوحيد اللي شافنا على الطريق وعرف احنا مين لما شاف صوري في التلفزيون. فبعدها بيجي بقى فلاش باك وهو واقف في شركته لحد ما السكرتير بتدخل عليه ومعاه ظرف، بتقول له ان الظرف ده جاله في البريد. فبيفتحوا بيلاقي ان في صوره بحر في نفس المكان بالظبط اللي هو رمى فيه العربيه بالجثه، ومعاه تسجيل صوتي. فلما بيشغله بيسمع صوت راجل بيقول له تجهز لي 100,000 يورو وتقابلني في الفندق في يوم كذا، ولو ما جيتش او بلغت الشرطه هبعت الصور دي للشرطه هم يدوروا على الجثه بطريقتهم. ساعتها هو بيترعب وبيتصل بعشيقته وبيروحوا هما يتقابلوا ويكونوا مجهزين فلوس، وهي معاه بتقول له طب افرض ان كل ده فخ او خدعه، ممكن تكون اصلا الصوره دي مش لمكان الجثه، هو مصور مكان شبهه عشان يلعب بينا. فيرد عليه انا ما اعرفش، ممكن يكون فخ وممكن يكون حقيقه، بس احنا بقى مش هنفضل نلعب على الاحتمالات دي وانا مستحيل اخاطر بكل ده. فانا محاميه بتقول له بصراحه انت شايف القمر الكبير قوي اللي في السما ده او الفجوه والثغره اللي في قصتك اللي انت عمال تهري فيها قدامي من ساعتها دي قد القمر ده؟ فابو لا انا اعمل ايه، ما هي دي الحقيقه. فقالت له ازاي الراجل ده عارف مكان المستنقع اللي انت رميت فيه العربيه؟ قال لها ممكن يكون اول ما شافني انا وعشيقتي على الطريق شك ان في حاجه وفضل يراقبنا لحد ما رحت هناك وعرف كل حاجه وتستنى الوقت المناسب عشان يبتزني. فبتقول له ان كل ده كلام مش مقنع لان انا عندي 3 اسئله، لو جاوبت بس على واحد فيهم فبالنسبه لي القضيه خلاص اتحلت وانت براء. اول سؤال الراجل ده ازاي عارف ياخد موبايل عشيقتك ويبعت لك الرساله منه؟ تاني سؤال لو هو كل هدفه الفلوس من الاول ليه قتل عشيقتك وما خدش ولا مليم ومشى والفلوس زي ما هي؟ تالت سؤال ازاي دخل الفندق وقتلها وخرج زي الشبح من غير بصمات ولا اثر ولا اي حاجه؟ هو قاعد قدامها كده محتار ومش عارف يجاوب. فبتقول له شوف الكلام ده لو انت رحت قلته في المحكمه وسمعته هيئه المحلفين محدش هيقتنع بيه خالص، فانا عايزاك بقى تركز وتحكي لي ايه اللي حصل بعد كده عشان نجمع الخيوط سوا. فهو بيكمل حكايته وبنشوفه هو وعشيقته قاعدين في العربيه مستنيين مكالمه الراجل لحد ما فعلا تليفون عمومي بيرن قدامهم، فبيعرفوا ان هو اكيد هو. فبتروح البنت بترد عليه والراجل بيقول لها ان في قطر بيعدي من هنا وبيوصل لحد فندق معين، انا حجزت لكم اوضه رقم 715 هناك، هتروحوا تقعدوا في الفندق ده. وحاجه كمان قبل ما تمشي سيبوا موبايلك في سله الزباله اللي جنبك دي، ولو ما عملتوش كل دوت بالحرف فاعتبروا ان الشرطه عرفت مكان الجثه اللي انتوا رميتوها. فهم بيعملوا كل حاجه بيطلبها منهم وبيركبوا القطر فعلا وبيروحوا الفندق، وهي بتدخل الاول على الريسبشن وموظفه الاستقبال بتتاكد ان كان في حجز باوضه باسمهم فعلا، وبيطلعوا هما الاثنين فضلوا قاعدين مستنيين لحد بقى ما بيحصل نفس اللي حصل من اول فيلم، موبايله بيتبعت له رساله فلما بيبص بيلاقيها مبعوثه من موبايل عشان فبيقول لها ان في رساله جات لي من موبايلك. فهي بتقول له مش انا قلت لك ان ده فخ؟ لحد ما فجاه بيكتشفوا ان في شخص معاهم جوه الاوضه بيضربوا على راسه بيوقعه على الارض، وبعدين الراجل بيروح لها وهي مرعوبه بترجاه بتقول له خلاص انا ما اعرفش هو فين، انا ما اعرفش اي حاجه، مش انا اصلا اللي دفنته، لحد ما بيقوم قتلها. ولما يبص في المرايه بيطلع هو ابو الشاب اللي مات. في اللحظه دي البطل بقى بيقطع المحاميه وهو مصدوم بيقول لها ثواني انت عايزه تفهميني ان ابو الشاب هو اللي عمل كل ده؟ قالت له ليه لا، ده اكتر واحد عنده دافع ان هو يعمل حاجه زي دي. فهي بتكمل كمان بتقول له ممكن يكون هو اللي خطط وعمل كل ده، هو قتل حد ولبس التاني جريمه، يعني ضرب عصفورين بحجر، ومش بس كده ده قضى على مستقبلك وشركتك وكل حاجه، ومش بعيد كمان يكون المحامي الرئيسي بتاعك يكون عارف كل دوت وعارف ان القضيه خسرانه فسابك، ممكن يكون عايني متخيل اني مش هقدر اساعدك بما فيه الكفايه او شاكك في قدراتي، بس انا بوعدك اني هساعدك وهطلعك منها لو اعترفت بحاجه واحده بس، تعترف ان انت اللي قتلت ابنه عشان نقدر نثبت للمحكمه ان الاب هو اللي كان عنده الدافع انه يعمل كل ده وينتقم. فبص لها ولا تمام فكرتك حلوه، بس هنثبت ازاي انه دخل اوضه الفندق وخرج ومفيش اي دليل يثبت ان هو كان جوه الاوضه اصلا؟ فهي بتقول له يا سيدي ان في حاجه اسمها المنظور الجانبي، انك تبص للموضوع من زاويه تانية خالص. وهديك مثال، يعني لو عندك حظيره فاضيه ولقوا فيها حبل مربوط في السقف على ارتفاع 3 متر وفي واحد شانق نفسه في نص الحظيره دي بالظبط، واقرب حيطه ليه على بعد 6 متر، الراجل ده ازاي شنق نفسه ومفيش اي حاجه تانية معاه في الحظيره يقف عليها؟ فهو بيستغرب كده وبيسالها ازاي؟ قالت له ان هو كان واقف على لوح تلج والتلج لما داب فاتشنق ومات. الفكره هنا انك في لغز ولازم تبص من منظور مختلف تماما، اللغز مش في اوضه الفندق، اللغز اكيد في حته تانية. فهي بتطلع عليه صور وملفات وبتقول له بص، فبقول لها بص على ايه بالظبط؟ انت عايزاني ابص على ايه؟ فبتقول له التفاصيل، ركز في التفاصيل. وبعدين بتشاور له على صوره متصوره وقت ما الشرطه كانت بتقبض عليه وبتخرجه من الفندق، بتوري له ان في خلفيه الصوره مرات الراجل اللي هي ام الشاب اللي مات كانت واقفه هناك وتبص عليه وقت ما هو اتقبض عليه. فالمحاميه بتقول له يبقى ساعتها هما الاثنين خططوا لكل حاجه سوا. فهو بيسالها ازاي عرفوا ان رميت الجثه في المستنقع على الميه؟
فبتقولوا انهم من سكان المنطقه دي، والمنطقه هناك كلها عباره عن مستنقعات، فده كان تخمين منهم ورموا لك الطعم ونجحوا فعلا ان هم يصطادوك بيه. بعدين بقى بننتقل لفلاش باك تاني ونشوف الراجل اللي هو ابو الشاب اللي مات كان بيكلمه في التليفون وبيقول له انا حجزت لكم اوضه في الفندق. الراجل ساعتها كان قاعد في عربيته وهو بيكلمه وبيراقبه، ولما راح الفندق بيكتشف ان مراته اللي هي ام الشاب اللي مات كانت شغاله في الفندق اصلا، كان معاها المقبض اللي بيقدر يفتح الشباك من جوه. ولو تفتكر من اول الفيلم اتقال ان المقبض ده ما بيكونش غير مع عمال الفندق بس، محدش يقدر يفتح الشباك من جوه الا بيه. وبشوف ساعتها ان الام بتدخل الاوضه وتفتح الشباك لجوزها بالمقبض، بتاخده معاها وتمشي. هو بيدخل يستخبى جوه دولاب او مخزن كده في الاوضه، بستنى لحد ما البطل وعشيقته بيجوا. فجأة بيخرج بينفذ جريمته، بيقتل عشيقته وبيضرب البطل عشان يلبسه هو القضية، بيبقى هو المتهم الوحيد. وبعدين بيهرب من الشباك كأنه ما اتفتحش أصلا والأوضة مقفولة من جوه. ساعتها بقى لما الشرطة بتوصل الفندق وتقعد تخبط على الباب، بنكتشف إن الأم عاملة في الفندق ده اللي معاها المفاتيح وبتدخل تفتح لهم الأوضة. في اللحظة اللي الشرطة بتدخل تقبض على البطل فيها، هي بتجري بسرعة تقفل الشباك بالمقبض اللي معاها كأن مفيش أي حاجة حصلت. كده الجوز هيقدر يهرب من غير ما يسيب اي اثر يثبت اصلا انه دخل او خرج من الاوضه دي. فالبطل بيبص للمحاميه كده وهو مذهول، بيقول لها يعني انت قصدك ان الام هي اللي محت اثر جوزها وعملت كل ده؟ طب ازاي ما حدش خد باله؟ فهي بتقول له بكل بساطه عشان المحامي بتاعك زي ما انا قلت لك نجح ان هو يمحي اسمك من قضيه القتل بتاعت الشاب ده، فعمر ما الشرطه كانت هتعرف تربط ان في اي صله بينك وبين الست اللي شغاله في الفندق دي. في اللحظه دي تليفون المحاميه بيرن، فهي بتبص كده وبتقول ده تقريبا ده الشاهد الجديد. فبترد على تليفونها كده وبتقول تمام تمام، يعني انت متاكد ان في المعلومه دي بنسبه 100%؟ تمام. فبتقفل الموبايل وبتقول له ده الشاهد، احنا لسه ما عرفناش هو يقول ايه او هيعمل ايه، بس انا عرفته هو مين. فهو بيسالها هو مين؟ قالت له السواق اللي قابلكوا على الطريق. فهو طبعا بيتضايق جدا وبيتوتر، فهي بتقول له لا لا بص احنا مش هنضيع وقت ولازم نحل الموضوع ده بسرعه، وانا عندي فكره، احنا هنلغي القصه دي كلها وهنلبسها لعشيقتك، والشرطه معاها دليل وحجز فندق يثبت انك كنت ساعتها في فرنسا، فهنقول ان عشيقتك هي اللي عملت الموضوع ده كله لوحدها، وهي اللي قتلت الشاب ورمته في البحر. سالها هو هنعمل ده ازاي؟ هنلبسها الليله دي لوحدها ازاي؟ قالت له هنروح مكان الجثه ونحط معاها اي حاجه من حاجات عشيقتك، مجوهرات اي حاجه زي دي تبقى دليل يعني ضدها، وبعدين نثبت ان انت كنت معاها في اوضه الفندق لانها كانت خايفه واتصلت بيك وقالت لك تيجي تساعدها، وانك رحت هناك عشان تتستر معاها على الجريمه. يعني جريمتك كلها تبقى انك بتحاول تسطر عليها وتساعدها بس، وهي دي هتبقى الجريمه الوحيده اللي انت هتحاسب عليها. فبتطلع كده خريطه وتديها له، بتقول له الجثه فين، لازم تشاور عليها على المكان اللي فيه الجثه بالظبط، عشان لو مفيش جثه يبقى مفيش جريمه لقتل الشاب ده، وساعتها مش هنقدر نثبت المحكمه ان عشيقتك هي اللي قتلته وعملت كل ده. وعشان كده انت رحت لها الفندق لان دلوقتي التهمه الموجهه ليك انك قتلت عشيقتك، فلازم نغير الدافع خالص. فتقول لي بقى الجثه فين؟ فاقول له طب حتى لو جبنا الجثه وعملنا كده، مش انت بتقولي ان المحكمه معاها شاهد اللي هو السواق وده اصلا شافني يومها، يعني هيقدر بياكد ان كنت موجود وما كنتش بباريس. فهي بتبص له كده تقول له بصراحه مفيش اصلا سواق ولا في اي حاجه من الكلام ده، انا كنت بشتغلك، انا اخترعت فكره السواق دي من التفاصيل اللي انت حكيتها لي عشان اضغط عليك، بس اصلا مفيش شاهد ولا اي حاجه. ساعتها بيرد عليها ببرود وقال لها وانا كمان كنت عارف ان ابو الشاب هو اللي عمل كده، هو اللي موت عشيقتي وهرب. فهي بتقول له طب تمام ما قلتليش ليه ده من الاول؟ قال لها عشان انا كنت عايز اتاكد ان حاطط رقبتي في ايد امينه هتعرف تخلصني من كل ده، وانا يومها اصلا لما ضربني وقبل ما يغمى عليا وانا واقع على الارض انا لمحت وشه وعرفته، بس اللي ما كنتش اعرفه ان مراته شغاله في الفندق وهي اللي ساعدته. فهي ساعتها المحاميه بتديله الخريطه تقول له تمام علم بقى ليا على مكان الجثه. فهو فعلا بيمسك القلم وبيعلم على مكان الجثه بالظبط، وبعدين بيبص لها ويقول لها في حاجه اخيره برضه عايز اقولها لك. قالت له اتفضل قول. انا لما جيت ارمي العربيه في البحر سمعت ان شنطه العربيه بتخبط، ولما فتحت الشنطه لقيت ان الشاب لسه عايش. انا كنت بحسبه مات من الحادثه بس هو كان لسه عايش، بس انا ما عرفتش اعمل ايه وما قدرتش اتحكم في نفسي فرميت العربيه في الميه وهو لسه عايش جواها. فهي بتبص له كده مصدومه بس بتقول له انت كده قاتل، انت كده دلوقتي هتعتبر قاتل بجد. فيبدا ينفعل كده ويقول لا 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 عشقتي هي اللي عملت كل حاجه، هي اللي خططت وهي اللي خلتني في الوضع اليائس ده وهي السبب في كل اللي احنا فيه ده. فهي بتقعد تستفزه في الكلام اكتر كده، فهو بيتعصب عليها اكتر بيقول لها انت مهمتك انك تخرجيني من اللي انا فيه ده وما تقدريش تعملي عكس ده، دي مهمتك تخرجيني من اللي انا فيه. وحتى اصلا انت هتشوف ان نبره البطل اتغيرت خالص عن اول الفيلم. فهي بترد عليه بتقول له تمام تمام انا هخرجك بس برضه لسه قصتك فيها ثغرات وانت لسه ما حكيتليش الحكايه الكامله. لا لا انا حكيت لك كل حاجه. قالت له لا 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 في حاجه حساك انك لسه بتكذب عليا فيها، مش عشقتك هي اللي خلت الشرطه تفتكر ان الواد ده هرب وحول الفلوس، ده انت. لان انت لما جيت ترمي الجثه في البحر وفتحت شنطه العربيه انت اللي لقيت المحفظه بتاعته وخدتها ووديتها للمحامي بتاعك عشان هو اللي يعمل اللعبه دي، اديت له المحفظه بهويه الولا عشان ينفذ هو كل حاجه ويبعد الشبهه عنك. وعشيقتك تعتبر هي اللي كانت مظلومه وهي اللي كانت يائسه من الموضوع ده كله وتعبانه نفسيا، لان التقرير الطبي بتاعها مكتوب فيه انها عانت من نوبات قلق حاده وشديده كمان في اخر لحظات في حياتها. فاكيد انت اللي خططت ده كله، مش بعيد كمان تكون انت اصلا اللي قررت تخفي الجثه
وتقتل الواد وما تبلغش الشرطه، يعني انت اللي كنت متحكم في الموقف ده كله من البدايه، بس كنت عايز تطلعها هي بقى اللي قاسيه واللي قلبها ميت وهي اللي اجبرتك على كل ده. فهو بقى بينكر كل دوت، بيقول لا 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 انت ما تعرفهاش هي اللي عملت كل ده. فهي بتكمل كلامها كده وبتقطع وبتقول له طبعا هي لما شافت انك عملت كل ده، ولما شافتك عايش حياتك عادي ومكمل في طريقك وبتتكرم كاحسن راجل اعمال في السنه، هي ما قدرتش وفضلت حاسه بالذنب ومش قادره تعيش حياتك. فمش بعيد تكون اصلا هي اللي راحت وبلغت ابو وام الواد اللي مات بالحقيقه كامله، وهي اللي اكدت ليهم انك كنت معاها وانك السبب الحقيقي في كل اللي حصل ده، وهم الثلاثه خططوا سوا عشان يجروك للفندق ويعملوا فيك كل ده، وهي اللي جابتك الفندق ده عشان تكفروا عن ذنبكم، وعملت حوار ال 100,000 يورو ده كحجه عشان تديهم تعويض لابو وام الشاب اللي مات، وقصاد كده تروحوا تعترفوا للشرطه باللي حصل. وانت لما وصلت الفندق اكتشفت الفخ اللي هي عملاه لك، ما قدرتش تستحمل ومبقتش عايز تخسر اي حاجه من حياتك او تضيع مستقبلك، فاضطريت انك تقتلها. هنا بيقطعها وهو بيزعق، لا 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 انا ما قتلتهاش ومش هروح المحكمه قدام هيئه المحلفين اقول لهم اي حاجه من الكلام ده. فهي بتقول له انت قتلتها، ولما اكتشفت انك عملت المصيبه دي ومستحيل تعرف تخرج من الاوضه، حاولت تتصرف بقى وتستغل الحاجات اللي حواليك، استغلت الرساله اللي هي كانت بعتها من موبايلها عشان تبين ان في حد بيبتزكم، ورميت الفلوس اللي كانت معاك على جثتها، ورحت خبطت نفسك في المرايه عشان يغمى عليك وتالف بقى الفيلم ده كله. فهو بيرد عليها كده طيب ماشي، لو انا عملت كل ده ليه ابو وام الشاب ما راحوش للشرطه وشهدوا ضدي وقالوا ان انا اللي قتلتها وحكوا الحوار ده كله؟ فهي بتقول له عشان هم ما يقدروش يثبتوا انك قتلت ابنهم من غير جثه، مفيش قضيه قتل اصلا، وهم عارفين انك انسان زيك مستحيل يضحي باي حاجه في حياته وصعب جدا انه يعترف بجريمته. فساعتها كده بتقول له بص كده من الشباك، هو تبص من الشباك، فقالت له بص وركز كويس، الاوضه اللي في المبنى اللي قدامنا ده ابو الشاب واقف فيها، وهو طول الفتره الاخيره دي بيراقبك زي ظلك بالظبط، بيراقب كل حركه انت بتعملها. فهو بيقول لها كده ايه اللي خلاكي متاكده قوي كده؟ فبتقول له لان بعد ما اتقبض عليك في الفندق هم بقوا عارفين ان مش هيعرفوا ياخدوا منك حق ولا باطل، ففضل ابو الواد ده يراقبك ويراقب المحامي بتاعك، وانا شفته في مره هو بيراقبه فقررت ان انا بقى اللي راقبه، فعرفت ان هو ومراته بيراقبوا ان كل تحركاتك وعارفين عنك كل حاجه، لحد اصلا ما الاب جالي بنفسه وحكى لي على كل حاجه، عشان كده انا عارف التفاصيل دي كلها. فهو بيطلع لها كده الصوره اللي فيها ام الولد وقت ما كان بيتقبض عليه، وقال لها طيب ما خلاص، طب ما الصوره دي احنا ممكن نستغلها ونثبت ان ابو وام الواد هم اللي عملوا الفخ ده كله، بدليل ان الصوره هي موجوده وفيها ام الواد. فهي بتبص له وبتقول له ما نقدرش نثبت اي حاجه بالصوره دي، لان ام الواد في الوقت ده كانت اصلا في اجازه وما كانتش موجوده جوه البلد. فهو بيقول لها ما الصوره هي ازاي يعني مش موجوده؟ فهي بتبص للصوره كده قالت له بص كده لانعكاس المرايه في الصوره دي، فهو بيبص كده ما بيلاقيش حاجه، فتقول له الصوره دي مزيفه متركبه. فهي ساعتها بتقول له بص بقى عشان اخرجك من الحوار ده كله لازم تقولي الحقيقه، انت قتلت عشيقتك ولا لا؟ فهو بكل برود كده بيبص لها بيقول لها انا قتلتها. في اللحظه دي بقى موبايله بيفضل يرن وما بيردش، فبتجيله رساله صوتيه من المحامي بتاعه بيقول له خلاص المعجزه اللي كنت بدور عليها عشان اخرجك من القضيه دي لقيتها. في نفس اللحظه ديت بنشوف ان المحامي بيكتشف او قدر يوصل للراجل السواق اللي شاف البطل وعشيقته على الطريق ووقف قدامه بيكلمه. فالمحاميه هنا بتلم ورقها بتقول له خلاص روح كلم المحامي بتاعك، ممكن يكون فعلا لقى حاجه مهمه وناخد استراحه 10 دقايق وبعدين نرجع نكمل. فهي بتلم ورقها كده وبتسيبه وتخرج من الشقه، بس قبل ما تمشي هو بيندى عليها وبيبص لها وبيقول لها بجد انا عايز اشكرك جدا. فهي بتهز دماغها وبتمشي. هو في اللحظه دي بيكلم المحامي بتاعه بقى على التليفون، فالمحامي بيقول له انا خلاص لقيت السواق واتعاملت مع الموضوع ورشيته واديته فلوس عشان ايه يختفي، وكانه ما كانش موجود ولا شاف اي حاجه. وهو بيتكلم بقى مره واحده بيلاحظ ان القلم اللي المحاميه سابته له اللي هو كان حاطه في جيب القميص بقى كله حبر وساح كده، وفي نفس الوقت بيلاقي ان موبايله بيشوش وان في ذبذبات غريبه بتحصل وان موبايله اتقفل وحاسس ان في حاجه غلط. فيبدا كده يبص حواليه على الترابيزه على الورق وكل الادله اللي كانت هي كاتباها له، ودماغه بتبدا تشتغل وتجمع الاحداث وتربط الخيوط ببعضها، ويفتكر كلامها وهي بتقول له انت بين ايديا، ولما قالت له انت ذكي وتقدر تحلل الامور لوحدك. في نفس اللحظه دي الكاميرا بتروح للشقه اللي في المبنى اللي قدامه اللي فيها ابو الشاب، باب بيخبط ولما بيفتح بيلاقي ان المحاميه بتدخل وبتحضنه وبتديله كل حاجه اللي كانت في ايدها. بنرجع تاني لبطلنا اللي خلاص دماغه بتنفجر من التحليل، وبيفتكر كل كلمه هي كانت بتقولها له، وبيفتكر كل تفصيله اتقالت في النص ان ام الشاب اللي مات كانت شغاله في المسرح وبتعرف تعمل مكياج وتنكر. وهنا بيحس انه مغفل حرفيا، بيمسك القلم اللي متغرق حبر وبيفتحه بيلاقي ان جواه جهاز تنصت صغير جدا ومسجل كل اعترافاته وكل كلمه هو قالها. في اللحظه دي جرس باب شقته بيرن، فبيجري بيبص من الشباك اللي على المبنى اللي قدامه بيلاقي المحاميه اللي كانت معاه من ثواني واقفه هناك في الشباك قدامه بالظبط، عماله تقلع كل اللي كانت لابساه، بتقلع ماسك، تقلع باروكه، كل حاجه عشان نكتشف ان هي ام الواد اللي مات. وهو هنا ساعتها بيبقى مذهول مرعوب مصدوم، فبيجري يفتح باب الشقه بتاعته بيلاقي ست تانية شبهها بالظبط بس بلماحها الحقيقيه واقفه بتقول له ازيك يا استاذ انا المحاميه بتاعتك.
والفيلم بيخلص على كده. على الرغم بقى ان دماغك هتسرح، واكيد في حاجات تفاصيل ممكن تكون وقعت منك وما فهمتهاش في النص، بس الحقيقه ان كل ده كان خطه كامله، او زي ما احب اقول لك كذبه متكامله. الاتنين كانوا بيلعبوا قصاد بعض، المحاميه اللي طلعت ام الواد، وفي نفس الوقت بطلنا هو اللي عمل كل المصايب دي لوحده. كل واحد فيهم كان بيحاول يبني كذبه كامله ومحكمه بقى عشان يحل المشكله اللي عنده وينتصر. وانت من اول فيلم وانت عمال تتفرج اصلا ممكن تكون في اوقات تعاطفت معاه، مع البطل بتاعنا، وحسيت ان هو ضحيه لعشيقته اللي كانت عماله تلعب بيه ومستغلاه، وان هو راجل بقى يا عيني مغلوب على امره وحاسس بالذنب، لحد ما بتاخد القلم على وشك وتكتشف انه لا، هو الوحش الحقيقي، هو الشر بتاع القصه دي. وعلى الناحيه التانية الاب والام اللي من اول فيلم فاقدين الامل في الشرطه اللي بقت مقتنعه تماما ان ابنهم مجرد حرامي وهربان بالفلوس، هما مش عارفين يثبتوا العكس ولا يحققوا له العداله. عشان كده قرروا ان هما ياخدوا حقهم ويعملوا العداله دي بنفسهم. رسموا الخطه العبقريه دي كلها بالملي عشان بس يوقعوه. فعلا قدروا في الاخر زي ما انت شفت كده ان هم يوقعوه في الفخ، وياخدوا منه اعتراف كامل بصوته بكل جريمه هو عملها. كمان عرفوا مكان ابنهم مات فين او اتدفن فين. فبس كده الفيلم خلص وكل حاجه عندي خلصت. بجد محتاج اعرف رايكم في الفيلم دوت، او اول مره شفتوا الفيلم ده يعني توقعتوا النهايه تبقى عامله ازاي؟ بصراحه الفيلم ده فيه لعب بدماغنا كتير، وانا ما توقعتش اي حاجه حصلت صح طول الفيلم ده بصراحه، لان في الاخر انا خدت قلم على وشي. بس لو رجعت اتفرج على الفيلم ده تاني لو ركزت على المحاميه وركزت على الام الواد اللي مات، هتلاقي فعلا ان هم متشابهين جدا، بس عمرك ما تاخد بالك من اول مره هتشوف الفيلم ده فيها. فبس كده، سلام.